كل جمعة أطلع أسولف والشعب يتفرج. اليوم أنا أتفرج والشعب يسولف. جمال 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 اوقف جمال، مو بدي احكي وياك جمال. اللي مثلك لازم اليوم قاعد على كرسي من ذهب. أفضالك هواي أخوي والله. الله يسعدكم شباب. جلوفز شوي هذا. أريد أشوف المتظاهرين شنو كان تعاملهم ويا بعضهم. فعلا فوضويين ومخربين. شباب تعالوا التحقوا علينا. هو الشباب واقعين ومختنقين وما جاي نلحق عليهم. يلا هسه انا جاي وياك. شكرا بحجم وطنيتكم. انتوا اليوم اثبتوا انه الرقم الاكبر هو الشعب. يا بشر يا معودين، هل من المنطق استخدام طلقات حية تجاه متظاهرين؟ جمال 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 ايش تسوي؟ جمال جمال لا جمال ولكم الشهداء. قسما بأرواح الشهداء، كل قطرة دم نزلت خلال هالش كم يوم الفاتت ما راح نعوفها لآخر دقيقة بعمرنا. يطلع بس يحرك ايده اوقف بس انت مرات امك انفجرت. جمال صوتها رج كراسيهم، صوتها خلاهم يحسبون مليار حساب لهالشعب الحي. هذا الشعب ما يموت، مو هي هاي مشكلتكم، ما تفهمونه. العايشين والشهداء وكل واحد عنده شغله وكل واحد عنده مهمه. العايشين دورهم تعرف شنو؟ يرعبون ذول الناس اللي يحكمون الفاسدين من اول ما يقعدون الصبح لحد ما ينامون، ومن ينامون يجي دورنا احنا نبدي نرعبهم ونقلقهم من اول ما يغمضون عينهم لحد ما يفتحوها الصبح. اثبتوا انكم مرعبين، رعبتوهم والله، ما يعرفون المن يسكتون حتى يسكتون. قمت اسمع غير التعيين وغير الكهرباء ناس كبار وصغار، شباب وشابات، نسوان وزلم صيح نريد وطن نريد وطن. وبالنسبة للمتظاهرين رسالتكم قاعد توصل للعالم وبكل اللغات، وإذا كان إعلامنا وقف ضدكم فالرأي العام العالمي واقف وياكم، فخلونا نسمع ونتعلم منكم هذا الدرس. أنا هم رايد وطن مثلهم. طلعت من المستشفى وجيت للنار بحلق النار، قلت بلكي من نحترق راح يصير عندنا وطن. هاي الحلقة حتى تبقى باكر عقبة لما الناس تنسى ايش صار بهاي اليومين الفاتن، ترجعون هنا وتشوفون ايش صار. لأن إذا انتهى كل شيء معناته كنا راح نموت من صدق. قسما بأرواح الشهداء، كل قطرة دم نزلت خلال هالش كم يوم الفاتت ما راح نعوفها لآخر دقيقة بعمرنا. جمال سعد شنو تحاز راح يستشهد اللي أخوكم الصغير، لا تخلون أحد يخربها. نشوفكم الحلقة الجاية، تصبحون على خير.